السلام عليكم، أهلًا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. لو كان نِفْسِك في أكلة حلوة وتجمع عليها العيلة وتكون مش مكلفة وبسيطة، فالوصفة دي إن شاء الله بدون أي تكاليف، هي بس كده عايزة نَفَس حلو ولمّة حلوة، ويالّا نسمّي الله ونشوف وصفتنا النهارده. يا ترى عرفتوها وصفتنا النهارده؟ اللي هو الفسيخ، طبعًا هو اللي بيجمع دايمًا الحبايب واللمة الحلوة والعيلة الحلوة. حبيت النهارده نعمل كده فسيخ ده بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. وكمان لو كنتِ ما تعرفيش تنضّفيه، إحنا النهارده جايبينه مش منضّف بالشكل ده. أول حاجة بنشيل الشوك بتاع السمك الفسيخ، وبعدين باشيل الراس بتاعة السمكة، وبعدين بافتح البطن بتاعتها وباطلّع السلسلة كلّها مرّة واحدة بالشكل ده. نضافة سهلة كده وبسيطة وبطريقة سهلة جدًا. أنا هانضّفه كلّه من الشوك والسلسلة بتاعة السمك، بعدين هانضّفه من الجلد بتاع السمك مرّة واحدة، عشان خاطر ما يتبهدلش منّي من الشوك. في نفس الكيس اللي أنا جِبته فيه والورقة بتاعته هانضّف عليها وارميه على طول في الزبالة، من غير ما نبهدل الدنيا حوالينا، بنفس الورقة زي ما قُلت لِك. وكمان بعد ما نخلّص الملوحة وأكلها وتمام، بنغسل المواعين وكل حاجة في الحوض ببريل، بيبقى أنضف حاجة البريل عشان خاطر بيمشّي أي ريحة زفارة. ده بالنسبة بقى إيه لنضافة الفسيخ بعد أكله. شايفين ما فيش أسهل من كده نضافة. الناس طبعًا القناة دي للمبتدئين، البنات اللي ما بيعرفوش أي حاجة في المطبخ، فلو كنتِ من الناس اللي ما بتعرفش أي حاجة في المطبخ، فالقناة دي ليكِ هتفيدِك جدًا. ويالّا كده خلاص خلّصنا كل السمك نضّفناه، هاتخلّص منه زي ما شفتوا بالشكل ده على طول في نفس الورقة اللي إحنا جبناه فيها. نيجي بقى نخلي اللحم من الجلد بتاعه ومن أي شوك. لو كنتِ عايزة تعمليها عبارة عن فسيخ عبارة عن مكعبات صغيرة وعليها زيت والبهارات وخلصت على كده، برضه بتبقى خطيرة جدًا، وطبعًا الوصفة دي ليها عشاقها. لو كنتِ بقى عايزة تخلطيها في الخلاط، لو كانت عيلة كتيرة وعايزة تعملي كمية تكفي وبرضه طعمها حلو ولذيذة جدًا وجميلة، وبرضه ليها عشاقها وناس بتحبها كتير بالطريقة دي. وممكن تعملي برضه مخلوطة في الخلاط وتحطي منها قطع من الفسيخ، أي طريقة منهم ممكن تعجبِك تعمليها. إحنا النهارده إن شاء الله عاملينها في الخلاط كلّها كده عشان خاطر تكفّي. تخلي كده بالراحة، تسحبي كده زي ما شايفين في الفيديو اللحم من الجلد بيتفصل على طول. لازم نخلي الجلد من اللحمة عشان خاطر الجلد ممكن يبوظ لِك الخلاط. كده جهزنا فصل الجلد عن اللحم بتاع الفسيخ. نيجي بقى للخطوة بتاعة الطحينة. لازم طبعًا طحينة مع الفسيخ عشان خاطر يخفف من الملوحة بتاعته. أنا كمان باغسله كويس الفسيخ عشان بخاطر ينزّل أي ملوحة زيادة، عشان خاطر يبقى خفيف معانا. الخطوة دي طبعًا في ناس كتيرة مش بتحب تعملها، أنا باحب أعملها عشان خاطر بتخفف من الملوحة بتاعته. الطحينة باخففها بالمَيّة شوية بشوية عشان خاطر تكتر معايا وتبقى خفيفة. باحط عليها مع عصير ليمون، وباحط عليها بهارات كمون وشطة، وباقلّبها لحد ما تدّيني القوام اللي أنا عايزاه. هنا بعد ما غسلت الفسيخ وصفيته، حطيت طماطمية واحدة، وحطيت فلفل أخضر في الخلاط وعليه الفسيخ وعليه الطحينة، وهاضربهم في الخلاط. وبتحطي بهارات الكمون والكزبرة وشطة حمرا لو حابة، وطبعًا زيت، ده أكيد عشان خاطر يخلّي قوام الفسيخ مضبوط وجميل. وتخلطيها في الخلاط لحد ما تدّيكِ القوام اللي أنتِ عايزاه. كل ما تكتّري زيت كل ما تتقل معاكِ. تمام كده؟ وبكده يكون الفسيخ بتاعنا جِهِز. يالّا على طول كده حطّيناه، وحطيت عليه رشة زيت من فوق، وكتّري ليمون بقى، الفسيخ بيحب الليمون والكمون، طعمه خطير. ينفع معاه بقى طبعًا لازم خضار، خس وبصل أخضر، زي ما تحبي بقى، طماطم وبصل محطوط في مَيّة وخل زي أيام زمان، ومع عيش شمسي. يا سلام! ولا أحلى من كده وصفة تجمع العيلة، ووصفة بسيطة وسهلة وما فيهاش أي تكاليف، بس زي ما قُلنا عايزة نَفَس حلو ولمّة حلوة وتبقى أحلى أكلة. وبكده وصفتنا النهارده تكون خلصت. أتمنى يا رب كده إن أنا فتحت نفسكم عليها وتعملوها. أشوفكم على خير.